صباح الخير، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير دايما. في اي سفرة رمضان لا غنى عن السمبوسة او السمبوسك، خاصة سمبوسة الجبنة. والنهاردة هوريكم طريقة ازاي نضاعف كمية الجبنة بطريقة اقتصادية ونخلي قوامها مثالي اكتر وتكون سهلة الحشو من غير ما تحسوا انكم مزودين اي حاجة على الجبنة، وكمان ما تخرجش من السمبوسة وقت القلي. فلايك الفيديو، اشتركوا في القناة لو اول مرة تشوفوني. يلا بسم الله. في طاسة على نار متوسطة هحط معلقة كبيرة من الزبدة. بعد ما الزبدة تسيح على طول هنزل عليها بمعلقتين كبار من الدقيق، هنقلبهم مع بعض. وعشان الزبدة تقيلة شوية مش خفيفة هزود معلقة من الزيت، بيخلي الدقيق طري اكتر ويستوي بطريقة كويسة. لما اتأكد ان الدقيق اتحمص كويس واستوى هنزل عليه بكوباية من الحليب، هنزل بيها بالتدريج مع التقليب المستمر. عارفة هتقولوا ان دي طريقة البشاميل، بس ما تخافوش، الطعم والقوام مختلفين تماما. هفضل اقلب فيهم لحد ما الدقيق يتشرب الحليب كويس، وهتلاقوا ان الحجم تضاعف مرتين 3. هنا بقى في عندكم اختيارين، يا اما تزودوا نص معلقه صغيره من الملح لو هتحشوا سمبوسه مثلثات او السمبوسه الباف او سبرينج رول، هنا تزودوا ملح. لو هتحشوا بيها حلويات زي القطايف او خليه النحل او حتى سمبوسه وسبرينج رول زي ما انا هعمل فما تحطوش ملح. عندي هنا كوبايه جبنه موتزاريلا، من كوبايه لحد كوبايتين. انا ضفت كوبايه واحده بس، ممكن موتزاريلا، ممكن شيدر، ممكن ميكس الاتنين مع بعض، ممكن جبنه قشقوان، اي نوع جبن بتسيح. وملاحظه مهمه جدا، ضروري الجبنه تكون في حراره المطبخ، يعني تكون طريه تماما مش مطلعينها من الفريزر عشان تسيح بطريقه صح وتمط معانا. نفضل نقلب على نار هاديه لحد ما الخليط كله يمتزج مع بعض ويلم، والموتزاريلا تسيح تماما كده تكون جاهزه. شايفين المطه قد ايه حلوه؟ وبجد اكتر من رائعه. ما تخافوش، صدقوني مش هتحسوا باي طعم غريب وانتوا بتاكلوها. طعمها موتزاريلا عادي جدا، ولا تحسوا بطعم الدقيق ولا الحليب كخطوة اختيارية ضيفوا عليها سماق او حبة البركة. كنت اتمنى يكون عندي حبة بركة وقتها لانها بتليق جدا على المالح والحلو، فلو عندكم ضيفوا حبة البركة. انا حطيت رشة سماق، رشة بسيطة متزودوش عن كده، وتقليبة سريعة نوزعه كويس وخلاص كده. هنقلها في طبق خارجي، اسيبها لحد ما تبرد تماما، ضروري تبرد عشان نقدر نشتغل بيها بسهولة. هتشوفوا قوامها دلوقتي بعد ما تبرد، وكمان بعد ما نرجع نقليها. عندي هنا طبق صغير فيه دقيق وميه، ودي بتكون المادة اللاصقة اللي هنقفل بيها طرف السمبوسة. دي الجبنة بعد ما بردت تماما، شايفين بيكون قوامها متماسك وطرية جدا وبتاخدوا منها بسهولة. وهي دلوقتي مفيش فيها مطة، بس بعد ما تتقلي بترجع تمط مرة تانية. طلعت ورق السمبوسة من الفريزر قبلها بوقت كافي عشان يفك، وهوريكم طريقتي في لف السمبوسة. لو عاوزين تعملوها مثلث متساوي الاضلاع، بنيجي من عند طرف البداية نتني حتة صغيرة زي ما انتم شايفين كده، ونحط الحشو وناخد الطرف اليمين نطبقه ناحية الشمال عشان يدينا الشكل المثلث، ونكمل لف بنفس الطريقة. ونيجي عند الطرف اللي هنقفل بيه نحط من خليط الدقيق والمية ونقفل. مستحيل تفك معاكم في الزيت. هعمل كمان واحدة عشان تكون واضحة. وبالنسبة لخليط الدقيق والمية، انتوا بتحطوا معلقتين كبار من الدقيق وتزودوا مية بالتدريج لحد ما توصلوا لقوام خليط الكيك. هتلاقوا ان الدقيق بقى شبه اللزق او الصمغ كده. ده بيكون شكلهم بعد ما تخلصوا. لو حابين تفرزوهم افردوهم في صينية جنب بعض الاول وغطوهم كويس بستريتش راب وعلى الفريزر لمدة نص ساعة لحد ما يجمدوا شوية، وبعدين عبوهم في اكياس وفي الفريزر طول الشهر. ممكن يقعدوا شهر 2 او حتى 3 شهور، المهم يكون مقفول عليهم كويس جدا. في زيت سخن والنار تكون متوسطة هنزل السمبوسة لحد ما تاخد لون دهبي حلو. وبس كده، مطتها حلوة جدا ما شاء الله، طعمها جبنة موتزاريلا طبيعي جدا، مستحيل حد يلاحظ انكم ضايفين عليها اي حاجة تانية. لو حابين تعملوها كحلو، فانا برضو حشيت سمبوسة وقلتها عادي جدا، وحطيت شيرة من نفس الشيرة بتاعة البقلاوة اللي هو الفيديو اللي فات، او اي شيرة انتم محضرينها لحلويات رمضان.
ممكن كمان تحطوا عسل ابيض او دبس التمر، هيبقى حلو حلاوة مش طبيعية، وبجد طعمها طالع يجنن. فجربوا السمبوسة كحلويات وهتدعولي. وبس كده، اتمنى الفيديو يكون عجبكم. جربوا الطريقة دي، متأكدة ان هي هتعجبكم جدا وهتوفر معاكم كتير. ولو وصلتوا للجزء ده من الفيديو فشكرا جدا جدا ليكم، واشوفكم على خير ان شاء الله.